يا عم شيكابالا، يا عم شيكابالا، انت لسه فيك العادة دي؟ يا عم شيكابالا، انت راجل داخل على ال40 ومش حمل الكلام ده، ومش حمل قواضي، ومش حمل غرامات. لسه برضه بتعمل الكلام ده؟ يعني في راجل سعودي بينشر تويتة على الفيس بيداين فيها شيكابالا انه خد منه فلوس عشان يلعب دورة رمضانية، وقصة كبيرة هنحكي فيها. وتعالى يا عم شيكابالا، وتعالى يا جمهور الزمالك، علشان جايب لكم مين بقى؟ جايب لكم الزتونية بتاعتكم، جايب لكم بندق البندقية بتاعتكم. كابتن خالد الغندور يوضح حقيقة ما فعله شيكابالا مع جمهور الاهلي، ويوضح ان جمهور النادي الاهلي الحاضر في نهائي كأس مصر في السعودية لم يتلفظ بلفظ واحد على شيكابالا. مين اللي بيقول الكلام ده؟ بندقية الزمالك. كابتن خالد الغندور بنفسه بيشيد بجمهور النادي الاهلي وبينفي اي لفظ خارج حدث بين جمهور النادي الاهلي، وده بيثبت ادانة شيكابالا منفردا. شيكابالا مع نفسه هو اللي حابب ياخد اللقطة، زي ما قال كابتن وائل الأباني، معرفش يعمل حاجة في الملعب فقال لك اخد اللقطة على حساب جمهور النادي الاهلي، لكنه ما يعرفش ان النادي الاهلي غير. وهنتكلم عن رئيس نادي سيمبا تاني وتالت ورابع. رئيس نادي سيمبا يتحدى ويقلل من النادي الاهلي، وبيقول لك احنا هنكسب النادي الاهلي واستنونا في مفاجأة. احنا السنة دي غير، وتعالى يا نادي يا اهلي علشان سيمبا هيفوز على النادي الاهلي ذهابا ايابا. شوية اخبار مهمة جدا، كل اللي طالبه من كل اخواتي الاهلاوية دعم الفيديو بلايك وشير وكومنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني، بتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وشير وكومنت دعما منكم لاخوكم الاهلاوي. وما ننساش اخواتنا في السودان واخواتنا في فلسطين من الدعاء، وما ننساش الدعاء لكابتن احمد رفعت يرجع سالم غانم باذن الله وربنا يشفيه. نبدأ الأول بفيديو مهم جدا جدا جدا، اعتراف كامل من كابتن خالد الغندور، أكتر واحد في بينه وبين النادي الأهلي ومشجعين الأهلي مشاكل. طالع بيقول جمهور الأهلي الحاضر في السعودية كامل الاحترام، ما عملش اي حاجة خارجة، وكنت بتصور معاهم. نسمع الكلام ده ونسمعه للزملكاوية، لايك وشير للفيديو عشان يوصل للزملكاوية اللي بيقولوا انه جمهور الاهلي اللي استفز شيكابالا. شوف بندق كابتن خالد الغندور بيقول لهم ايه. بعد كده لقيت ان انا قاعد مع جمهور الاهلي والتالتة شمال، يعني مش مع جمهور الاهلي مقصورة مثلا، او جمهور الاهلي مثلا درجة اولى شمال ولا حاجة، لا ده مع التالتة شمال، ومنهم التراس اهلاوي، ومنهم ناس عايشين في السعوديه، ومنهم ناس جايين من الخليج، من اي حته يشجعوا النادي الاهلي. بصراحه يعني اما شافوني لقيت الانطباع مبسوطين. والله انا بتشتم كتير يا جماعه على السوشيال ميديا، ما ايه اللي بيحصل ده؟ على الحقيقه الناس بتحبني اهو، فانبسطت قوي. مبسوطين جدا يعني. الناس اللي شافت الفيديو مبسوطين جدا. نمره 2 بقى، ابتديت انزل، ابتديت اكتسب الثقه، يعني لان هم ناس محترمه جدا في تعاملهم، يعني ناس راقيين جدا. فنزلت اتصور مع كل الناس، فكل شويه حد اتصور مع جمهور التالتة شمال يعني. وبعد كده بقى في الحاجات السبايسي اللذيذه كده، يعني هنكسبكم يا خالد وما اعرفش ايه النهارده، الحاجات الطبيعيه. فالموضوع كان لذيذ جدا، وده الانطباع اللي انا بتمناه، ان احنا دايما بننافس كوره. سامع يا كابتن شيكابالا؟ دايما بننافس كوره. اعتراف كامل من كابتن خالد الغندور، يعني الاكتر واحد جمهور الاهلي بينه وبينه مشاكل. فشفت الكلام ده، شفت ان احنا مركزين في الملعب بس، شفت الكلام اللي انا قلته في الفيديو ان جمهور الاهلي الحاضر في المباراة هو جمهور ناس شغالة بره، ده ناس شقيانة، ناس بتاعت شغل مش بتاعت تشجيع. هما بس بيحبوا النادي الاهلي، مش بتاع التشجيع. مش قصدي ما بيشجعوش كوره، لا يعني مش التراس بقى، مش شماريخ، مش الكلام ده، مش شغب، مش القصه دي. وبعدين احنا كسبنا الماتش، هنستفزك ليه؟ احنا كسبنا الماتش وبنحتفل مع ايمان بالنيني ومع كهربا وبالبطوله. فعشان تعرف ان
خالد الغدور بنفسه قال لك جمهور المتواجد في التالتة شمال كامل الاحترام وما صدرش منه اي لفظ خارج، وده يدين ويثبت إدانة شيكابالا منفردا بالواقعة اللي اتحاد الكرة اداله ايقاف ماتشين بس. تمام. نيجي بقى لايه تاني؟ للراجل السعودي. انت لسه فيك العاده دي يا عم شيكابالا؟ لايك وشير يا اخواتي يا اهلاويه علشان نوريهم بقى الدنيا. عبد الله بن سعد بن عبد الله ده واحد سعودي بيقول لك للاسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق اللي كان بيننا، استلم مقدم العقد في بيته في مصر وظل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين، يعني واخد الفلوس وحجزوا له الطيارة هو وسبعة، واضح انها كانت دورة رمضانية، ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق. ان شاء الله راح اتخذ معاه اجراء قانوني. هو ناقص ده؟ ما صدق لسه مجدد كان بياخد 1000 جنيه في الموسم، ومع ذلك سبورتنج لشبونه لسه مقاضيه الزمالك وعايزه فلوس منه، قصه كبيره. المهم ادي للراجل فلوس يا عم شيكا، انت مش قد الجرجره في المحاكم يا عم شيكا، انت بقيت 40 سنه يا عم شيكا. يا عم شيكا بقى انت مش هتبطل العاده دي. يعني هربت من الرائد السعودي، وهربت مش عارف منين الاماراتي، وهربت مش عارف منين، وهربت من بووك، هروبة من دورة رمضانية. يعني انت بتهرب من دورة رمضانية للدرجة دي؟ الراجل ما فيهوش صحة، معلش يا آل سعود، معلش يا جدعان، الراجل ما فيهوش صحة بس للسفر والشيل والحط والكلام ده، معلش رعوه برضه، الراجل كبر في السن. ادي نبذة عن الكابتن عن الاسطورة يا عم ناصر ماهر، ادي الاسطورة بتاعتك يا عم ناصر ماهر، شوف بيعمل ايه وبيتعامل ايه وبيتقال عنه ايه. نيجي بقى لرئيس نادي سيمبا اللي ما بيتعلمش من درس، واحنا كاهلاويه بنحب الناس اللي ما بتتعلمش من الدروس الاهلاويه، زي طبعا نادي الزمالك والاسماعيلي والناس اللي احنا حاطين عليهم دي. تعالى بقى ونشوف رئيس سيمبا بيقول ايه، وبيستفز جمهور الاهلي وبيقول ان احنا هنفوز على الاهلي بكل ثقه. اسمع الكلام ده. رئيس نادي سيمبا التنزاني: سنكتب تاريخا جديدا امام النادي الاهلي باقصائهم من بطولة دوري ابطال افريقيا هذا الموسم. الاهلي فريق صعب للغاية، لكن هذه المرة سيمبا سيكون مختلفا بعد التعلم من اخطاء الماضي. لقد اقصونا من الدوري الافريقي، لكننا الآن سنثبت جدارتنا بإقصائهم من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. على طول كده انت داخل حامي قوي يا عم السمباوي، انت داخل حامي وانت مش عارف. اصلا انا ما ينفعش اقول لك لان انت ضايق مننا كتير، بس انا برضو ردي في الملعب، وجمهورنا ردوا في الملعب، ولاعيبتنا ردهم في الملعب ان شاء الله. ولسه هو اتقل، بس اتقل كلها اخر الشهر، وهنشوف المباراة باذن الله في تنزانيا ومن ثم في استاد القاهرة. الاهلي ناوي يفتح من تاني الحكاوي، جمهوره غاوي يألف من البطولات غناوي دي. ده لجمهور الاهلي، وده اللي احنا متعودين منه باذن الله. الاهلي هيرد في الملعب، وردنا عليك يا عم رئيس سيمبا التنزاني هيكون يوم المباراة في تنزانيا قبل ما يكون في القاهرة. بتمنى من كل اخواتي الاهلاوية دعم الفيديو بلايك وشير وكومنت. سلام.